لو عايز تقول أنا ما عنديش وقت، بدور على شغل، محتاج كوباية مية، فلازم هتحتاج الديبونيج. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض الديبونيج بطريقة سهلة بسيطة، مش كقاعدة نحوية جديدة ولكن كأداة بستخدمها كل يوم وأنا بتكلم. أنا اسلام أبو لافا وده كورس بولندي أونلاين. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الميانوفنيك، والنهارده نتكلم عن الديبونيج، امتى وليه وازاي بستخدمه. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هتحس ان البولندي بقى منطقي اكتر واسهل بكتير. اول سؤال، ليه بستخدم الديبونيج؟ الديبونيج اصلا جايه من فعل ديبونيج يعني يكمل شيء او ينهي شيء. كلمه محتاجه كلمه تانية علشان تتمم المعنى، وده عندنا في اللغه العربيه زي المضاف اليه. زي مثلا الامثله كتير، زي مثلا ازازه ميه، كوبايه شاي، فنجان قهوه، كيلو لبن، لتر بنزين، ام محمد، ابو شقره، ابو مازن، شويه ملح، شويه فلفل اسود، نص رغيف، وهكذا. الامثله كتير بنختصرها بكلمه المضاف اليه في اللغه العربيه. كلمه بتحتاج كلمه تانية علشان تتمم المعنى او تحدد المعنى. مش بس كده، في اللغه البولنديه بنستخدم الديبونيج في النفي وكمان في التواريخ. وفي افعال هي نفي ضمني ودي هنجيلها شويه بنستخدم معاها برضه الديبونيج. زي مثلا انا ما عنديش الحاجه فانا بدور على الحاجه، انا ما عنديش الحاجه فانا محتاج الحاجه، وهكذا. هنجيلها بالتفصيل دلوقتي. يبقى كده اتكلمنا ليه بستخدمه، امتى بستخدمه، فاضل لنا ازاي بستخدمه. ازاي بستخدمه على حسب الجنس، يا اما احنا عندنا الجنس في اللغه البولنديه يا اما مذكر، محايد، مؤنث. لو مذكر او محايد بضيف له حرف الآ، بشيل حرف الأو لو محايد وبضيف حرف الآ، ولو مؤنث بضيف حرف الإيجريك أو الإي. أمثلة علشان الموضوع يكون سهل وواضح وبسيط. لو احنا مثلا عايزين نقول مثلا أبو شقرة، أبو شقرة. أبو والد يعني آيشيتس، ولكن أبو بالبلدي كده اسمها تاتا، تاتا شقرة أو شقرة. أبو شقرة بالبولندي يعني تاتا شقرتا، زودت حرف الآ في الآخر. أبو مازن، تاتا مازنة. أم علي، ودي الحلويات اللي أنا بحبها، أم علي ماما عليا. أم كلثوم ماما كلثومة، على أساس إنها مذكر أو محايد يعني. ماما كلثومة. تليفون مثلا مازن، تليفون أحمد، تليفون أحمد. تليفون إسلام، تليفون إسلامة. كيلو لبن، كيلو جرام ملكة، المفروض ملكو خليناها ملكة. كرتونة بيض، كرتون نايايكا، المفروض يايكو خليناها يايكا. كيلو تفاح، كيلو جرام يابكو، كيلو جرام يابكا. نص رغيف خلب، بووفا خلبا، بووفا خلبا. سهلة وبسيطة. طب لو مؤنث، المؤنث عامة بينتهي بحرف الآ، زي ما احنا عندنا في اللغة العربية الفصحى بينتهي بالتاء المربوطة. هنشيل الآ، هنشيل التاء المربوطة ونحط مكانها حرف الإيجريك. وكذلك المذكر اللي آخره حرف الآ بنشيل الآ ونحط مكانها الإيجريك. زي مثلا منى، تليفون منى. أبو شقرة، تاتا شقرتا، أبو شقرة، تاتا شقرتا. عايز أقول بقى شاورما أبو شقرة، شاورما تات شقرتا. أو مثلا شاورما أبو مازن، شاورما تات مازنة. كوباية شاي، شكلانكا هرباتة. كوباية مية، شكلانكا فودة. فنجان قهوة، فيليجانكا كافة. شوب أو كوباية قهوة أو كوباية شاي، كوباية قهوة بحليب، قهوة بلبن، شاي بلبن. شوب أو كوباية كبيرة أو مج يعني كوبك. كوبك دو ملكة، كوبك دو هرباتة، كوبك دو كافة. ولو عايز أقول شاي بلبن أو قهوة بلبن هيبقى زملكيم. كوبك دو هرباتة زملكيم، كوبك دو كافة زملكيم. إزازة مية، بوتلكا فودة. بار أو حتة شوكولاتة، تابلتشكا شوكولادة، مفروض شوكولادة، تابلتشكا شوكولادة. حتى يوم الأسبوع اللي بينتهي بحرف الآ زي سوبوتا
عايزين نقول من أو إلى يوم السبت هتبقى od soboty do soboty. dopełniać. تمام جدا. لو آخر الكلمة K G L أو J فبنضيف لها حرف الإي، زي مثلا die Gas mit Amity، die Gas mit Amity buty mojej ciotki. Telefon عمتي، تليفون mojej ciotki. جوز عمتي mąż mojej ciotki. زميل يعني كوليغا، آخر حرف الآ. تليفون كوليجي، تليفون زميل. تليفون ستودنتكي، تليفون طالبة. حتى يوم الأسبوع اللي آخره حرف ال بعد الآ اللي هو نيجيلا، آخرها حرف ال والآ، هنشيل الآ هتبقى حرف ال فبنضيف لها حرف الإي. دو نيجيلي od نيجيلي. آخر حاجة معانا لو ما فيهاش روح، لو ما فيهاش روح بنضيف لها حرف الأو. زي مثلا احنا قلنا في المذكر أحمد هيبقى أحمدة، محمد محمدة، إسلام إسلامة، كل دول بني آدمين. طيب لو عندنا مثلا حاجة زي مثلا وقت czas nie mam czasu، ترابيزة stół nie mam stół، pomysł nie mam pomysłu. أو مثلا وسائل المواصلات، العجلة rower nie mam roweru، samochód nie mam samochodu، samolot nie mam samolotu. والكميات مش الأعداد زي بالظبط كده في الإنجليش how much و how many، أو بالألماني wie viel و wie viele. نفس الفكرة هنا في البولندي، زي مثلا ريش ده بالكيلو، ما بنقيسهاش واحدة أو اتنين رزاية ورزاية، احنا بنقول بالكيلو أو باللتر. ريش nie mam ryżu، makaron nie mam makaronu، park nie mam parku. las وده بيبقى أشجار كتير، las nie mam lasu. السوائل والمشروبات زي مثلا مايونيز nie mam majonezu، كاتشب nie mam كاتشابو، كاتشب nie mam كاتشوبو. وأيام الأسبوع كلها ما عدا السبت والحد اللي اتكلمنا عليهم ويوم الأربعاء، زي مثلا od poniedziałku do wtorku، do piątku. تمام جدا. يبقى كده المذكر والمحايد بنضيف له حرف الآ، المحايد لو آخره حرف الأو بنشيل الأو ونحط حرف الآ، المؤنث بنشيل حرف الآ ونحط الإيجريك، حتى لو كان المذكر آخره حرف آ بنشيل الآ ونحط إيجريك، ولو كانت الكلمة آخرها حرف الكا جي ال أو يوت بنضيف حرف الإي. وآخر حاجة لو حاجة زي المذكر الجماد اللي مفهوش روح، زي مثلا وسائل المواصلات، زي مثلا الأكل زي الرز والمكرونة والحاجات دي، فدي بنضيف حرف الأو. هيبقى لنا حاجة واحدة ونكون خلصنا الدبونيتش، ألا وهي الصفات. الصفات هنقسمها لحاجتين، إما مذكر ومحايد، اجو بنضيف الاجو، أو مؤنث بنضيف أي أو ياي. مثال زي مثلا عمتي موياي شوتكي، أو مثلا تليفون موياي شوتكي، مونج موياي شوتكي، جوز عمتي موياي شوتكي. طيب لو كان مذكر اجو أو إياجو. مثال يلخص كل اللي خدناه في الدبونيتش، لو مثلا تليفون to jest telefon mianownik، to jest dobry telefon، nie mam dobrego telefonu. أو لو وحش nie mam złego telefonu. مثال تاني samochód to jest dobry samochód، nie mam dobrego samochodu. To jest zły samochód، nie mam złego samochodu. Ryż to jest dobry ryż، nie mam dobrego ryżu. To jest zły ryż، nie mam złego ryżu. أتمنى يكون الدبونيتش سهل وبسيط وعجبكم. لو استفدت من الفيديو ده أو أي فيديو من كورس بولندي أونلاين ما تنسانيش بدعوة حلوة، دعوة بتوصل في أي مكان وفي أي وقت سواء حي أو ميت. وإن شاء الله بإذن الله الفيديو اللي جاي هنرجع للترين تو هاير، الكورس التدريبي أو التأهيلي لسوق العمل. هنطبق على الدبونيتش عشان المعلومة تثبت وما يبقاش حفظ قواعد بس، وبعدها نرجع نكمل الحالات الإعرابية.
في مجموعة بتبدأ في شهر أغسطس إن شاء الله. للي حابب يكمل معايا في الكورس المجاني على اليوتيوب ده شرف ليا، واللي حابب يكمل في الكورس المدفوع ممكن يتواصل معايا رقم الواتس على القناة. Praktyka 3 mistrza nie od razu Kraków zbudowano i ten, kto pyta, nie błądzi.